واحنا سوا 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 ولا الهوى يشغلنا. كل سنة سوا سوا ومعانا هنا ناس حلوة، فرحة أجدع دوا ومش بتغلى، علشان في ناس قلبها عنا. واحنا سوا 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 ولا الهوى. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف مع بعض العزومه الحلوه دي احنا عملناها ازاي بطريقه سهله ولذيذه. بصوا احنا هنا اول حاجه جبنا الكبد والقوانص. كان عندنا حطينا معلقه سمنه كبيره وشوحنا فيها الكبد والقوانص. طبعا احنا مجهزين حاجتنا من الفيديو اللي قبلها او من اليوم اللي قبله. تعالوا نشوف احنا كملنا العزومه بتاعتنا ازاي. بشوح الكبد والقوانص كويس قوي، حطيت عليها ملح فلفل اسمر، شويه قرفه، رشه جنزبيل، رشه 7 بهارات. هنا عبال ما الكبد والقوانص بتاعتي تتشوح هبدا اعمل الخشاف بتاعي. هجيب اليميش بتاعي اللي هي القراصية والتين والمشمشية، هقطعهم بالطريقة دي. وانا كنت من قبلها بيوم بل قمر الدين بليته ازاي، قطعته وحطيته في الشفشق وحطيت عليه مية مش اكتر من كده، وحطيته في التلاجة عشان عاملاه من قبلها بيوم، وحطيت مية عادي فترة او مية من الفلتر يعني. انما انتي لو هتعمليه في نفس اليوم ومستعجلة عليه هنحط عليه مية سخنة وهنحطه بره التلاجة. تمام يا حبيبي، عشان يفك معانا بسرعة او يسيح معانا بسرعه. انما انا عشان ما كنتش مستعجله عليه وعاملاه من قبلها بيوم فعادي حطيته في التلاجة وطلعته، مجرد ان انا قلبته فك معايا تماما. هنا قطعت اليميش بتاعي وبعد كده هقطع البلح. انا هنا عندي بلح، ده بلح تمر مش بلح الناشف بتاع رمضان. خلاص، انا عندي بنوتي بتحب البلح التمر اكتر فانا جبته لها. ما جبتش بصراحه البلح اللي هو الناشف بتاع رمضان، انا بحب البلح الناشف اكتر، بس كان متوفر عندي تمر فعملته. برضو طعم حلو جدا وبيكون مسكر، عشان كده انا ما حطيتش على اليميش بتاعي سكر. انما انت لو بتحبي السكر زياده حطي له سكر. تمام، يبقى انت التحليه دي على حسب رغبتك انت، بس انا عشان كان عندي البلح بتاعي سكره زياده فما حطيتش سكر. اخدت الحاجه بتاعتي شطفتها ورحت جايباها حطاها في ده قمر الدين زي ما احنا شايفين كده. كنت نقعاه في التلاجة بقلبه، مجرد ان انا بقلبه فك معايا تماما بقى كله عصير. حطيت فيه اليميش بتاعي وهحطه بقى على جنب عشان ايه، كله يشرب من بعض. ده في اول اليوم. انا بحب اعمله في نفس اليوم، ما بحبش اعمله من قبلها بيوم لانه بيطرى بيكون مش احلى حاجه. خلاص، انا هنا بكمل البهارات بتاعتي زي ما انا قلت لكم. انا حطيت ملح فلفل اسمر، رشه 7 بهارات، ورشه قرفه. ليه؟ عشان احنا هنعمل هنا رز بالخلطه اللي هنحشي بيه ايه، الحمام الكداب. تمام يا حبايبي، ده احنا برضو جايزناه مع بعض في الفيديو اللي قبل كده. شلت شويه من الكبد والقوانص ديت عشان هزين بيها الاكل بتاعي. وبقيت الكبد والقوانص حطيت عليه كوبايه رز. كل واحد يعني ايه يعني انا عملت ما شاء الله 6 وحدات حطيت عليهم كوبايه رز. هو ما بياخدش رز كتير مش زي الحمام والفراخ لان احنا ما بنحشيش بطن ولا اي حاجه. هنا انا هبدا ابل معايا الكركديه. غسلت الكركديه كويس قوي، بينزل شوائب كتير، بفضل اغسله لغايه لما ميته تبقى نضيفه تماما. بعد كده احطه في الشفشق بتاعي وهكمل عليه ايه، ميه فاتره برده من الفلتر، وهركنه على جنب. كل دوت بعمله بدري تمام عشان تلحق الحاجات دي كلها تتنقع معايا. كنت انا قبلها برده بيوم نقع التمر بتاعي وحطاه في التلاجة. خلاص يا حبايبي، وان شاء الله هنعمل فيديو للعصاير مع بعض هيكون حلو جدا. هنا جبت الفخده بتاعتي حطيتها في الكيس الحراري. احنا طبعا تبلنا وحطينا في الكيس الحراري من قبلها. قطعت عليها بصلايه وحطيت عليها عود كرفس، وهدي الكيس الحراري خرم صغير وهحطه في الفرن. بص، لما مش بنخرم الكيس الحراري بيخلي الحاجه تبقى حمرا وجميله اكتر، بس بتفتحي عليه بتلاقيه منفوخ جدا لدرجه انه ممكن يفرقع في اي لحظه، ولا قدر لو انت بتفتحي لو فرقع هيأذيكي اذى شديد قوي. فالافضل ان احنا نديله خرم صغير. تمام. انا بصراحه بس هو لما بيكون مقفول من غير الخرم ده بيسوي تسويه اسرع بس مش امان. تمام كده يا حبايبي، انا هنا كان خلاص الرز بتاعي بقى نص سوا او اقل من نص سوا بشويه. هبدا احشي بيه الحمام الكداب بتاعي. بحشي انا بجيب الحمام الكداب، قلت لكم قبل كده انا بحب الدبوس بتاعي يكون مقفول ما بيكونش مفتوح تماما. بحشي الدبوس كده بدخله جوه زي البتنجانيه كده، او زي بدخله كده زي ما بندخله جوه قلب الفرخه او جوه او قلب الحمامه. بس مش بنكتر، بنحط شويه صغيرين لان الرز بتاعنا بينفش واحنا شغالين او بينفش وهو بيستوي. فلما بينفش بيطلع بره الحشوه بتاعي. انا هنا لا بشبك بخله ولا بشبك باي حاجه، انا بلفه كده جوه بعضه. بشوف الناحيه اللي فيها الجلد اكبر ودي بخليها على الطرف وبلف عليها، بتلف معايا الفرخيه كويس قوي وما بيفكش مني خالص. انا هنا برصه في الصينيه زي ما احنا شايفين، وهديله رشه زيت او سمنه على حسب ما بحب، او ممكن كمان لو حابه تديني بصلصه. سوري يا حبايبي، ما فيش اي مشكله. خلاص كده انا بحشي الكميه اللي معايا كلها زي ما احنا شايفين كده. سهله جدا، ما بياخدش معايا اي وقت خالص، واحنا عاملينه باكتر من اكتر من مره على القناه وباكتر من طريقه. انا خدت البصل اللي كان فاضل منه حطيته كده فوق الوش عشان ينكهلي الاكل.
وهرشه عليه معلقه زيت زيتون، هحط كده عليه زيت زيتون لان هو اصلا هينزل دسامه، فزيت الزيتون هيكون اخف من السمنه او من زيت الذره. تمام كده. واحط وكده هنكون خلاص رصيناه في الصينيه، مش هنحط عليه اي حاجه ولا ميه ولا اي حاجه. هنقفله كويس قوي بورق الفويل كده عشان نكتم البخار بتاعه. هو الفراخ هتنزل ميتها وهيستوي منه فيها، يبقى حلو جدا وهيكون مستوي معايا تمام. هنحط على الشبكه اللي في النص في الفرن. يبقى احنا كده خدنا الفخده وخدنا الحمام الكداب اللي احنا عملناهم، حطيناهم على الشبكه مشغلين الفرن ومسخنينه، وحطيناه على الشبكه اللي في النص. وهو كده هيستوي مع بعضه وهياخد كمان. لو ما خدش معانا لون، لو احنا طلعناه ولقيناه استوى بس ما خدش لون معانا، هنشيل منه الفويل ونشيل منه الكيس الحراري ونحطهم ياخدوا لون على الفرن على الشوايه. احنا كده خلاص حمرنا البطاطس بتاعتنا. كنا مقورين هنا البطاطس بتاعتنا، حمرناها في الزيت عشان انا بحب اديها تحميره، التحميره بتديها طعم احلى. حابه تعمليها من غير ما تحمريها اوكي مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك انت. خدت التقوير بتاع البطاطس وحطيته في ارضيه الصينيه. انا المره دي عملت البطاطس محشيه لحمه بس. انا زي ما انتوا اللي متابعني عارف ان انا بحب اعملها محشيه لحمه بالبسله، بس هنا كان الطلب بتاعها ان هي تبقى محشيه لحمه بس من غير بسله. فانا حشيتها كده بالطريقه زي ما احنا شايفين. دي اللحمه المعصجه اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض او كنا مفرزينها وحطيناها في الفريزر. طلعنا الكيس فكيناه وحشينا بالبطاطس كده زي ما احنا شايفين. هنحشي كل كميه البطاطس اللي عندي. انا ما بوقفهاش، انا بنيمها كده بتكون احلى بكتير قوي. احنا عملناها مع بعض اكتر من مره، بس هنقول الطريقه بسرعه. احنا هنا عصجنا لحمه وبعد كده جبنا بطاطس قورناها زي البتنجان والكوسه، وبعد كده حمرناها في الزيت وبعد كده بدانا نحشيها. لو انت مش حابه تحطيها في الزيت ما تحطيهاش، حابه تحطيها في الفرن كده تدينيها زيت تحطيها في الفرن تاخد تشميعه مفيش مشكله، دي برضو حسب رغبتك انت. وانا بحب اعملها بصلصه المحشي. يعني ايه بصلصه المحشي؟ يعني طماطم متسبكه ببصله وكل حاجه زي المحشي بالظبط، وعليها خضره زي بتاعه المحشي، بتديها طعم وريحه ونكهه حلوه جدا. جربيها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. هحط هنا الصلصه بتاعتي، بظبط البهارات بتاعتها. حطيت ملح فلفل اسمر رشه 7 بهارات، وهحط كمان وهدهن بيها وش الصينيه زي ما احنا شايفين كده. بتديها طعم، والخضره بتاعه المحشي اصلا بتديها طعم حلو قوي. جربيها بالطريقه دي واستنى رايك في التعليقات بعد ما تجربيها ان شاء الله. خلاص انا هنا حطيت كوبايه ميه سخنه في مكان الصلصه اللي انا عملتها من الكتل كده زي ما احنا شايفين، وهحطها في ارضيه الصينيه من تحت. ليه؟ عشان تستوي معايا. انا هنا دي مش هغطيها لان انا عايزاها تاخد لون من فوق، وانا في نفس الوقت هي مش عايزه تستوي. هي اصلا عندي البطاطس مستويه واللحمه مستويه كل حاجه تمام، يا دوبك هتاخد تشميعه في الفرن وتشرب كلها من قلب بعضها. تمام كده. انا كان هنا خلاص الحمام الكداب بتاعي خلص وطلع كده مستوي تماما. هشيل من عليه الفويل وارجعه تاني في الفرن عشان يبدا ياخد معايا لون وياخد التشميعه بتاعته. هنا الفخده برضو بتاعتي كمان كانت خلصت كده زي ما احنا شايفين. هطلعها برضو من الكيس الحراري عشان زي ما انا قلت لكم، عشان انا خرمت عملت خرم في الكيس الحراري، فهنا ما ادهاش التحميره اللي انا كنت عايزاها، فهرجعها تاني عشان تاخد تحميره في اللهم صل على النبي. هتاخد تحميره برضو في الفرن، مش شغل عليها شوايه ولا اي حاجه، انا هحطها كده بس تتشمع. هنا كنت انا عملت خلاص الصلصه بتاعه الباميه، طبعا عملناها مع بعض كتير قبل كده يا حبايبي. الفيديو دوت مجرد افكار للعزومات، ما فيهاش وصفات بالتفصيل، بس اللي عايز اي وصفه اي وصفه بالتفصيل يا ريت يكتب لي في التعليقات وانا انزل لكم الوصفه كامله. هنا انا حطيت خلاص الصلصه بتاعه الباميه بتاعتي سبكت. انا قليت البصله في الاول، كان عندي حتتين لحمه سمينه انا مقطعينهم مع بعض واحنا بنعمل الفخده. هنا شوحتهم الاول مع البصله بتاعتها وحطيت عليها صلصه الطماطم، سبتها اتسبكت مع بعضها. اول ما بتتسبك خلاص بتبدا بحس ان الطماطم بتاعتي اتسبكت واللحمه بتاعتي دخلت على السوا، بروح سقط كيس الباميه اللي عندي ده باميه فروزن جايباه من السوبر ماركت. سقطت الباميه بتاعتي خدت غلوتين دخلت في السوا، رحت حاطه عليها معلقه هريسه كده زي ما احنا شايفين. وجبت هنا التومه والسمنه عشان اعمل لها الطشه. حطيت معلقه سمنه وحطيت عليها التومه، مجرد ان هي بتاخد لون معايا بحط عليها نص معلقه كزبره. مجرد ان الكزبره ريحتها بتطلع بروح طشه بيها الباميه على طول. يبقى انا هنا عملت ايه؟ شوحت البصلايه الاول، حطيت اللحمه الاول، بدات تنزل الدسم بتاعتها، حطيت فيها البصلايه اتشوحت. بعد ما اتشوحت رحت حاطه الصلصه اتسبكت، وبعد كده رحت سقطه الباميه. اول ما خدت غلوتين معايا الباميه دخلت في السوا، رحت عامله لها الطشه. حطيت معلقه سمنه في الطاسه وشوحت التومه، ورحت عامله اللهم صل على النبي طشيت حطيت الكزبره في نهايه بعد ما التومه بتاعتي اتشوحت، وبعد كده طشيتها عليها. وبألف انا وشوف حطيتها في الفرن اتشمعت شويه. وده الاكل بتاعي كله بعد ما طلع. عملت شعريه مفلفله لتقديم الكتف الضاني، وعملت هنا رز بالشعريه عشان الباميه وعشان البطاطس. ودي كانت سفرتنا النهارده. اسيبكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.